عاملة دايت وبدك تحلي وضميرك مرتاح. كرات الفستق طعمها كأنك عم تاكلي راحة بالفستق تماما. بمحضرة الطعام حطيت نص كوب من التمر مخلي من النواة، وحطيت 100 غرام من الجوز و50 غرام من الفستق، وطحنتهم. بعدين ضفتلن ماء ورد ونص معلقة صغيرة هيل مطحون، ونعمت العجينة مرة تانية على قد ما بقدر. القوام بيطلع معي رطب بهذا الشكل. رح حطه بصحن ورح زيد عليه طحين اللوز، والكمية حسب العجينة اللي معي. رح ضل رش وأعجن لحتى أحصل على عجينة طرية ما بتلزق بالإيد. أنا أخدت معي 4 معالق طحين لوز تماما. انتوا عم تعجنوا ببين معكم، بس وصلت لقوام العجينة ما بتلزق بإيدي معناتها وصلت للقوام الصحيح. عملت كل الكمية على شكل كرات، هي طلعت معي هي الكمية. لكيتها بالفستق المطحون، وممكن تحطوا لجوز الهند إذا بتحبوا. كتير طلعت طيبة، تحلي وما عليكي. ولا تنسيلي اللايك.